أهلا بيكم، معاكم شريف المصري وعينا أمين. مجموعة حلقات عن الصدقة كنا بنتكلم عليها، دي الحلقة رقم 8. لما لقينا إن الناس اللي توفت اتمنت إنها ترجع الدنيا مرة تانية عشان كل اللي تعمله صدقة، بس عشان تعمل صدقة. شافوا إن الصدقة هي بالنسبة لهم أفيد من حاجات تانية كتير، فقررنا إن إحنا نعمل مجموعة حلقات عن الصدقة، وقلنا فيها في آخرها إن هي أسلوب حياة، ان هو اسلوب حياه مؤدب، هو اسلوب حياه محترم، هو اسلوب حياه في نوع من التعاون، في نوع من التكافؤ، في نوع من المسانده لبعضنا البعض. هو نوع من انواع الحياه اللي تليق بالبشر واللي البشر يليقوا بيها. هو ده اللي الناس كانت عايزه ترجع تاني الدنيا عشان تعملها، عشان يعيشوا مع بعض بسلام وبطريقه كويسه. طيب، اتكلمنا على انواع الصداقات. طيب، انواع الصداقات دي هي بتفيد في الاخره بس؟ هي عشان الاخره بس ولا عشان حاجات تانية كتير؟ هو انا لو عايز اعمل لاخرتي ههتم بالصداقات، ولو عايز اعمل للدنيا انا هشوف حاجه تانية اعملها، ولا هما مكملين لبعض؟ طيب، خلينا نقول ان هي شغاله دنيا وشغاله اخره. على سبيل المثال، بيدفع بيها ربنا سبحانه وتعالى غير الاخره بقى. ان ربنا بيدفع بالصدقات. احنا اتكلمنا على مجموعه صدقات سهله وقادرين ان احنا نعملها، ومش هتاخد مجهودنا ولا وقتنا، هتاخد اجزاء صغيره لكن مع تكرارها هتبقى كبيره. ان هو بيدفع الله البلاء عننا. ممكن يكون نازل لنا مصيبه، احنا بنتصدق، فالمصيبه دي اما بتروح واما بتقل واما بتصغر، فبتبقى مش مصيبه كبيره. من اسباب بركه المال قلنا في الحلقات بتاعتنا ان انا لو معايا مبلغ وعايز اكمل عليه عشان اعمل حاجه، ولكن طلعت منه صدقه، ربنا هيبارك فيه وهيوهب لي مبلغ تاني، او هيبارك في المبلغ ده ان هو يكفي، او هيزوده بطريقه سريعه. في سبب تاني مهم جدا جدا. كتير مننا بيحاول يبحث عن السعاده، بيحاول يبحث عن الفرحه لنفسه وجوه قلبه. سبب انشراح الصدر وراحه القلب يمكن يكون الصدقات. ان انت تحس الكلام ده جوه الدين وخارج الدين كمان. ازاي ان انت تكون سعيد ان انت تسعد الاخرين؟ كانوا بيقولوها ان انت يبقى معاك بونبوني في الشنطه تدي للاطفال، تدي لحد، ان انت تحاول تسعد الاخرين. تخيل ان انا استطعت ان انا اسعد شخصين، 3، 4، 5، 10، اكيد انا كمان هكون سعيد. كون ان انا شفت ان انا كنت سبب للفرحه في قلبهم او على شفايفهم او في حياتهم، اكيد انا هتبقى دي فرحه بالنسبه لي. حاجه كمان ان هي بتطهر المال. يمكن جزء من الفلوس اللي معانا فيها حاجه كله يعني ان هي يمكن يكون مش كلها صحيحه، يمكن يكون فيها حاجه مغلوطه، يمكن فهي مطهره للمال. كمان هي دواء للامراض، داووا مرضاكم بالصدقه. فهي كمان لو عندي حد مريض انا بحبه وخايف عليه، او انا عن نفسي مريض او اطلع الصدقه بنيه ان انا اتمنى له الشفاء من ربنا سبحانه وتعالى. كالعاده عشان الحلقه ما تطولش، احنا هنوقف الفيديو وهنكمل مع بعض في الحلقه اللي جايه. اتمنى نكون استفدنا مع بعض جميعا ان شاء الله. شاكر جدا.